ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعرفكم على اقوى برنامج صوت وازاي تتعامل معاه وتعمل معاه ايه. ده البرنامج ده اللي بيتعامل عليه مهندسين الصوت والناس البروديوسنج اللي بيصنعوا المزيكا، اللي بتوع الاغاني واللي بتوع الافلام والكلام ده كله، وهو اشهر برنامج عالميا. بس انا داخل عشان اخليك تعمل بيه محتوى مش اكتر. يعني لو حابب تعمل مزيكا لنفسك عشان ما تاخدش كوبي رايت، لو حابب تعمل حاجات سيمبل كده مش عارف ايه، حابب تقطع، فانا هعلمك التولز اللي انت هتقطع بيها والكلام دوت سريعا سريعا. ويلا بينا بسرعه نخش على البرنامج. في البدايه يا شباب، هو ده البرنامج زي ما انتم شايفين قدامكم كده. هيفتح بالطريقه دي. هو اسمه، وانت بتخش على جوجل تعمل له داونلود، اكتب اف ال ستوديو، تمام، يا اما فروتي لوبس. هو الاتنين، بس الاسهل اهو الاف ال ستوديو. لو انت كتبتها هي ايه، هينزل لك البرنامج كده على طول. انا كده منزله من غير اي كراك، من غير اي حاجه، كاني لسه منزله حالا زي حضرتك بالظبط. هو كده البرنامج فتح قدامنا، بيبقى بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده، تمام. هنبدا بحاجه كده بسيطه جدا، تمام. دي العلامة البرتقاني اللي انتوا شايفينها فوق دي، يا اما دوست تحت بقت خضرة. طب ايه اللي فرق ما بين هنا وما بين هنا؟ الخضرة دي بتظهر لك التمبوميتر ده. لو انت رحت شغلت كده، التمبوميتر ده الحاجة اللي محطوطة بره هنا اللي انت بتتعامل عليها. طيب واللي جوه ايه؟ اللي جوه ده لو حضرتك عملت كده هيجيب لك مثلا ده حاجة في الدرامز. دي اسمها ايه؟ 808. اوكي، 808 دي عاملة زي البيزة اللي هي با فاهم؟ فلو عملت كده هنفتح الصوت ونسمعك وكل حاجة. نفتح بس المونيتور، تمام جدا. فهو مش واصل. اوكي انا اسف، نوصله على طول، مفيش اي مشكلة. سوري، المونيتور بس ما كانش واصل. انا عايز اسمعك الصوت لاني عندي مش هياخد صوت من البرنامج. فبص كده سامعين عامل زي الكيكه بتاعت الدرامز، بس هي مكتوب عليها 808. طيب كده اللي جوه هو اللي اشتغل. ليه؟ لان احنا مشغلين العلامه البرتقاني دي. طيب وقفنا كده بالسبيس بالمسطره، كليك يمين بتشيل، كليك شمال بتحط العلامات زي ما انت عايز. عايز تفتح الخانات دي وتبتدي انك تعمل حاجه، تلعب مثلا، فهتقول ايه؟ دي كيك، فدي كلاب، نسمع صوت الكلاب دي. كليك شمال بتخش عليها برضو تسمع الصوت بس كده، تمام. ممكن تلعب في الصوت بتاعها عادي، فممكن توزع كلاب دي كده، ماشي. احنا ماشيين حاجة اسمها تيمبو يا جماعة، لازم تبقى فاهم يعني ايه التيمبو ميتر بتاعك. احنا التيمبو بتاعنا اهو بيكون مكتوب هنا، احنا ده 180. فلو دوسنا كليك شمال عليها كده ونزلناها كده بالماوس بقت مثلا 90. فبص، شفتوا الفرق؟ كانت في الاول سريعه 130، بقت بطيئه على حسب اللي انا البروجكت اللي انا عايز اعمله. طب لو جبتها 130 تاني، بص هتشتغل ازاي. بص انزل 90. فهنا كده احنا بنتحكم في التمبوميتر. ده مقياس السرعه بتاعنا في التراك او البيتس اللي احنا بنعمله، تمام. هاي هاتس ممكن تدوس كليك يمين وننزل مثلا هاي هات عادي كده. انت ابتديت تخش تعمل بيت اهو، فالدنيا بيسمعك جدا. سنير ممكن. انا بس بعمل حاجه كده كروكي قدامكم علشان لو انتوا عايزين تخشوا تلعبوا مثلا حاجه، فانا لازم ارص بروجكت علشان انا مش عارف حضراتكم سامعيني ولا لا، علشان تتعلم رصة البروجكت بس مبدئيا كده. ممكن نشيل دي،
حط دي كده. بقت وحشه جدا. فانت بقى تلعب هنا بمزاجك. ده اسهل حاجه انا ممكن اوريها لك. تمام. طيب احنا عايزين نغير في صوت الكيك دي، او مثلا عايزين نعلي الكيك دي، نقوم دايسين كليك شمال ومعلينها كده. عايزين نوطي الصوت ده، نقوم عاملينه كده. الهاي هاتس صوتها ويتي، كله صوت ويتي. وبقيت البوم 808 اللي هي البيزا بقت عاليه. فاهمني؟ انت كده بتعلي بتوطي. طيب انا مش عايز اعلي واوطي من هنا، انا عايز اخلي كل حاجه لوحدها. ممكن اعلي بس ممكن من نفس الطريقه. هتدوس عليها هنا كده كليك شمال، تخش هنا كده بتتحكم في انت بتعلي وبتوطي. ممكن هنا تعلي اكتر. يبقى عايز تلعب بقى كليك يمين البيانو رول اللي هي مرصوصه عليه. يعني ايه البيانو رول؟ البيانو رول ده بيبتدي هنا من عندنا مثلا من سي 5. بصوا الفرق، كل ما بنزل كل ما بتضخم. فهنا مثلا هنقول ده سي 4. شفت الضخامه في الصوت؟ هنطلع لفوق الكواليتي بيقل، تبقى ايه؟ صوتها ناعم اكتر. دي الكيك، دي برضو كيك بس. بص الفرق ما بين هنا مثلا وما بين ان احنا ننزل على العادي هنا. طيب انا عايز ارميها هنا، اقوم دايس كده عادي جدا. وعايز انزل او اطلع ده براحتي بقى، بقوم دايس هنا عشان اقدر اتحكم. واقوم ايه جاي هنا كده عشان اقدر ان اصغر اكتر من كده. خلاص انا هنا كليك يمين اقوم شايل لتحت. بصوا طيب لو اخدنا دي كده وحطيناها فوق، بص الكيك هتبدا منين؟ شفت الفلته اللي جت دي كيك. لو انت عايز تلعب بره براحتك، هو هنا رامي لك من السي 5، بس انت ممكن تخش تغير في الصوت. الصوت اللي ممكن تغير فيه ويبان جدا ان هو محتاج تغيير اصلا. عامه بيكون السنير. احنا كده بنلعب بالحاجه اللي هي في ممكن تدوس على التولز دي كده كليك شمال، وتقوم عامل دول كده، وتروح على التولز دي كده وتقوم واخد دول يا باشا كده وتقوم مطلعهم مثلا فوق. بص الصوت بعمل ازاي. لا هنا عشان انا بحركهم من مكانهم، يعني بس لو رجعتهم مكانهم. هنا الصوت هنا مقفول خالص. هي السنير مش ظاهرة ليه؟ تمام. ففهمتوا هنا انا الموضوع في اوله عامل ازاي. انت هنا كده لو عايز تلعب بيتس لنفسك خالص حاجة، تنزل مثلا انترو كمقدمة ليك. فيقول لك ايه، اعمل مزيكا مثلا ليك بدل ما تروح لبريديوسنج. ده للناس اللي برضه حابه تغني وحابه تعمل اي حاجه. تتعلم مزيكا دي حاجه كويسه ليك اصلا، يعني غذاء الروح المزيكا عامه. فانا بكلمك انت لو حابب تعمل حاجه ليك، فبتخش الاف ال ده بيعملها لك. انا ممكن اقوم اعمل كده بعد كده واقوم دايس هنا. طيب لو دوست جوه هسمعها؟ لا انا عايز اسمعها بره. طب انت نزلتها هنا ازاي؟ كنت هنا كده دوست كليك شمال هنا، نزلت اخدتها حطيتها. عايز اسمعها بره بقوم رايح. فاهم؟ طب عايز اقيسها تيمبو ميتر، ده التيمبو ميتر بتاعنا. ده اللي يعرفك انت بتلعب ازاي، ده التيمبو ميتر. ده الصوت اهو، يعني بص من غير دي خالص.
يعني انت المفروض ترمي هنا 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 هنا. بيعرفك ان ده تيمبو 90، ده التيمبو اللي انت المفروض تمشي عليه. اذا كنت بقى بتلعب ميلودي بيانو اي حاجه، عايز بقى اجيب حاجات العبها طيب عن كده، عندك بقى هنا ممكن حضرتك تقوم رايح كده، تلاقي دي طبعا مقفوله، فتبتدي انك مثلا تفتح زي دي، ده صوت، ده صوت، صوت. بس كل ده اللي في البرنامج، انت ممكن تنزل من بره. مش ممكن، ده انت لازم تنزل من بره، يعني مفيش حد بيتعامل من البرنامج دلوقتي. هتلاقي بقى كل حاجه عندك. ده فوكال عادي. ممكن ناخد الصوت ده كليك شمال كده، نفضل دايسين عليه ونسيبه هنا ننزله. بقينا هنلعب الصوت ده هنا كده بالطريقه دي. انت كده بتلعب الصوت، انا بشيل بس اللي تحت. تمام. انا اسف، تاني 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 عشان انا شكلي شلت حاجه غلط. اوكي 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 اوكي. انا بعمل حاجه كروكي يا جماعه، يعني ده مش ميلودي مثلا ولا بين. طب الصوت مش عاجبك، تلاقي بقى كل حاجه عند حضرتك، هاي هاتس، سنير، كل حاجات الدروم، هتلاقي عندك بيانو، هتلاقي عندك حاجات كتير قوي، هتلاقي عندك ساكورا، هتلاقي عندك ايه الساكورا وايه الكلام ده. هنا كده كليك يمين، او استنى اعمل لك حاجه عشان ودانك تبقى سامعه ولايقه. طيب هنا كليك يمين كده، هتخش هتلاقي بقى يا باشا عندك حاجات كتيره جدا. ده مثلا الساكورا اهو اللي بقول لحضرتك عليه، دوست عليه كليك شمال جبته يا باشا كده، تقوم داخل هنا بيانو رول بتاعه، تلعبه بقى بالكيبورد. فانا اقول له مثلا ايه، تعالى نبدا من السي 5 مثلا. انا مثلا كاني ما اعرفش العب، هتعلم. ده الصوت بتاع السي 5، اقوم عامل له كده. بس انا عشان انا مش شايف شاشه اللابتوب صغيره جدا، ولو في اي، طيب لو في اي حاجه هتبقى اوت اوف تيمبو. يعني ايه اوت اوف تيمبو؟ يعني انا بقوت للتيمبو. طيب تمام. طيب مثلا اقوم واخد منه تاني، اقول له يلا. تمام. ممكن بقى تقوم عامل ايه، تقوم مغير الصوت نفسه كله. انت بنيت مثلا بيانو رول مثلا، تمام. ممكن تقوم فاتح هنا كده، تقوم جايب اي حاجه انت عايزها من الساكورا مثلا. طب انا بعمل كده، بقوم رايح هنا دايس شيفت، بقوم واخدهم كده. اوريكم حاجه لذيذه قوي تعملوها دلوقتي.
انا بعد ده على طول اوريك التسجيل هتسجل صوت ازاي. تمام، ممكن نبقى عاملين كده كده كده. تمام جدا. شكلنا فتحنا. لا لسه، انا عايز اخد لحد الاخر بتاعنا هنا. اوكي اوكي. ممكن بقى تقوم جاي اعمل كده. بالمثال يعني، مثلا ما تقوم شايل دي، تقوم حاططها هنا. براحتك انت بقى يا باشا، زيق. عايز تعمل ايه؟ تلعب نوت، عايز تعمل اللي انت عايزه، زيق بقى يا فنان هنا واعمل مزيكتك. وما بقتش كوبي رايت. ما بقتش كوبي رايت، ما بقتش اي حاجه، بقت مزيكتك انت، بقت مخصصه ليك، من غير بروديوسر، من غير اي حاجه. اتسلى في نص يومك، اقعد اتعلم مزيكا والدنيا معاك هتبقى فوق التمام. طيب انا بقى ما بحبش اللخبطه دي. الصح عشان برضو ابقى فوتت عليك منهج كبير قوي. الصح انك تلعب هنا حاجه واحده بس. بمعنى ان انا مثلا هنا ادلت كده يا باشا، ادلت برضو كله ديليت 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 ديليت، واسيب واحده بس. ليه هتسيب واحده بس؟ هفهمك دلوقتي كل حاجه. تمام، هنرمي مثلا دي على لاين 1 ونظبطها، نخش نلعب، نجيب الصوت اللي احنا عايزينه. نعمل مثلا عايزين صوت ال 808 ده كده، ولا عايزين نغيره، ولا عايزين ايه، براحتنا بقى يا معلم. تمام، مش عاجبنا عندنا بره، عرفنا نعمل داونلود وننزل صوت 808 غيره يكون افضل. ممكن اخد ده اصلا. طيب ليه؟ عشان اقوم لاعب ده كده لوحده. فاهمين؟ اقوم داخل لعبت ده لوحده واقوم عامل كده. تمام، واقوم رايح عامل لي انت ليه بتجري؟ احنا عايزينك واحد بس. يعني ايه واحد ده؟ نرجع كل حاجة. يعني ايه واحد ده؟ هننزل لك هنا، فيبقى الصوت انت متحكم فيه هنا. ممكن تقوم داخل كده كليك يمين وتقوم رايح راميله فلاتر. يعني ممكن تخلي الصوت ده لوحده، ريفيرب بقى، مش عارف ايه، ترميله اي حاجة. هنا توطي الايه الخامة شوية، متبقاش 100%. مثلا بقيت عايز الصوت كده بالمثال، عايزه كده. ماشي. فبراحتي عايز ادلت اقوم داس عليها كليك شمال واقوم داس هنا. خلاص انا نزلت هنا، عرفت ان دي مثلا مكان الكيك. اسميها بقى، اعملها بلون براحتي بقى. يعني انت ممكن تسمي وتعمل بلون وبتاع، تسمي الكيك وتفصل، تسميها كيك هنا، وتفصل وتعمل لها لون ومش عارف ايه والكلام ده كله، والدنيا تبقى معاك ايه، تبقى معاك تمام جدا. طيب عشان ليه؟ عشان برضو تسمع كل حاجة من هنا لوحدها.
فانا شايف ان انت تحط حاجه هنا حاجه هنا حاجه هنا تبني تحت بعضها عشان ما تجيش سيمبل تبوظ منك تبقى اوت تخليك تمسح كل البروجكت اللي انت عملته وتقوت تاني وتمسح تاني. لا، انا عملت دي ممكن اعملها يا عم خلاص وسايب على كده، اسيب بروجكت من هنا وخلاص. لو انا منزل كراك، الكراك اسهل مما تتخيل انه هينزل، فعملت سيف بروجكت خلاص اصلي كده انا ابتديت. طيب ده من ناحيه لو احنا دوسنا هنا دوسنا كليك يمين كده يتمسح. تمام، دي التولز بتاعت كده. طيب والتولز دي بتاعت ايه؟ لو عايز اسمع الحاجه من هنا مش هفضل مثلا ايه جايب هنا ودايس سبيس ومستني تروح لحد هناك. هنفترض مثلا وهنا كليك شمال، كليك شمال بتبعدها بتمسكها كده وتوديها في اي حته. طب افرض مثلا انا هستنى كل ده، لا مش هستنى يا عم كل ده من هنا، او ممكن اقوم جاي كده واقوم عامل كده واقوم سامع دي. تمام، كليك يمين بتتمسح، تولز دي كليك شمال بتمسك الحاجه وتحركها كده، وكليك يمين بتمسحها. تمام، هي موجوده عندك ايه في البيانو رول اصلا. فعشان كده بقول لك ابني وسمي. يعني انت لما هتيجي تسمي هنا ده الغلط ممكن يكون من هنا، ده الكيك اسمع الكيك لوحدها. بص انا رميت حاجه زياده، يعني انا عملت كده في وسط البيت اللي انا هبنيه كله، تك اللي جت زياده دي، طب ما انا رميتها مش عارف رميها فين، ممكن يبقى حجمها صغير ومش شايفها. تمام، فعايز امسحها، فابص اسمع دي اسمع دي اسمع دي اسمع كل حاجه لوحدها. تمام جدا كده، فهمتوني؟ من اول حاجه عملناها اللي هو كده انت بتبني المزيكا من الطريقه دي. طيب تاني حاجه ممكن نقدر نعملها ايه؟ ممكن دلوقتي بس نوصل المايك. بص حضرتك ممكن تسجل باي مايك خلقه ربنا. عارف الهيدفون؟ انا كنت ابتديت اسجل بالهيدفون عادي، وفي ناس كتيره اصلا مشهورين مشهورين جدا ابتدوا يسجلوا بالهيدفون. معلش عشان انا بعدت شويه فبظبط الكاميرا وبظبط الحاجه. تمام، انا ابتديت اصلا بالهيدفون، فعايز اقول لحضرتك لو معاك هاته يا باشا ووصله في اللابتوب اللي انت ماسكه اهو، زي ده كده بالظبط مثلا، اللي هو ده. تمام، وصل الهيدفون دوت وتعامل بيه، صدقني صوته مش هيقولك لا. مش لازم بقى الازمه والمايك مثلا اللي زي دوت والبرو فلتر والعازل ومش عارف ايه والكلام ده انت كده بروفيشنال جدا، انت كده بتعمل تراكات، انت كده بتعمل ايه، حاجه جامده. انت كده عندك كارت الصوت بقى وعندك بتاع مش عارف ايه. بس انا وصلت المايك ده عشان على طول كده فيه يو اس بي وهو جواه كارت الصوت. فلما تخش في المجال ده حاول تفهم يعني ايه كروت الصوت وبتعمل ايه، ويعني ايه المونيتور، ويعني ايه مايك يكون فيه كارت الصوت احلى، ولا هل كارت الصوت لوحده ومايك لوحده احلى. طبعا كارت الصوت لوحده احلى ومايك اقوى، لكن دوت علشان انت لو عايز تسجل اي حاجه بسرعه يو اس بي بيوصل يو اس بي، مش محتاج بقى للمعدات الكبيره. ممكن مثلا يبقى معاك اللابتوب في اي مكان بره وعايز اعمل تيكه لاي حاجه او الكلام ده. طيب المهم ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ شايف دي يا باشا كده هتبقى بدايه التيك ريكورد. طيب ما ادوس عليها قبل ما اتاكد من حاجه مهمه. هدوس على دي الاول، اخش هنا لاين 2 مثلا هدوس هنا كده ابص ايه ده في مايك متوصل كده مايك. طيب تشيك، سامع صوتي؟ هنا خلي بالك جدا لو دوسنا هنا مش هسمع صوتي. في ناس ما بتحبش تسمع صوتها في الهيدفون وهي بتغني او بتتكلم، فدي الحاله الوحيده اللي ما تخلكش تقفل المونيتور او السماعه الخارجيه اللي انت موصلها وما تسمعش صوتك. فانت عملت كده قفلت اللاين الاثنين، ده لاين 2، قفلت لاين 2 اللي انت بتتكلم عليه. طيب بص انا صوتي رايح ليفت بس مش رايت وليفت، او عامل كده ايوه ابتدي اظبط الرايت والليفت بس يكونوا زي بعض بالظبط. اي بس. في كارت الصوت بقى يا باشا انت بتظبط الكلام ده من كارت الصوت مش من هنا اصلا. بس انا كده الرايت والليفت ظبطتهم زي بعض بالظبط. تمام، اتاكدنا ان المايك شغال وان الدنيا تمام. لازم نتاكد اهم حاجه، بص في نويز جاي منين؟ من المايك. ازاي جاي من المايك؟ هفهمك.
ممكن يكون الشيلد او وصلة المايك مش مظبوطين، فمش مديك صوت كويس، فمديك برضه نويز. ممكن يكون البو فلتر قريب، ممكن يكون حاجة شغالة في المايك زي كده، زي اللي احنا قفلناه دلوقتي، بس الصوت مش هيكون عالي. فهنعمل كده في كده، نحاول ان احنا نشوف العيب من الشيلد ولا من المايك. اي اي تيست بس. في برضه نويز طالع. ايه طيب هنقفل الصوت، هوريك. انت كده شغلت المايك صح؟ روح انا يا باشا كده واعمل كده، هيعد معاك العداد دي. انت بتسجل تيمبو 90 تمام، سيبك من اي تيمبو، هو كده كده حتى التيمبو اللي انت حاطه ده هو صوتك هيطلع زي ما هو تمام. فانا هاجي اقول ايه، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنسجل على الاف ال استوديو. شكرا. بس قوم رايح فاتح دي، حتى التيمبو اللي انت حاطه ده صوتك هيطلع زي ما هو. شفت تمام؟ استنى استنى، اهم حاجه بقى تعملها تفصل المايك. طالما عايز تسمع امتى سجلت ايه وانت عملت ايه، لازم تفصل المايك. اوعى تسيب المايك مفتوح وحضرتك ايه بتظبط اي تيك، هتتلخبط، هتطلع لك اصوات انت مش هتبقى فاهم. وده عباره، كل اللي انت بتعمله ده عباره عن صوت يا باشا بس، فاهمني؟ فاحنا فتحنا اهو الصوت، تعالى نرميها على 2 تمام، هي مرميه. نسمع. فانا هاجي اقول ايه، ازيكم يا شباب، عاملين الصوت ايه؟ مش يا باين رب من تكونوا هنا بخير. كده، النهارده كليكتين شمال هنسجل على الاف دوس هنا ال استوديو تمام. سيبك من تمام. فنقوم جايين كده داخلين، احنا عايزين، شايفين التولز دي؟ احنا عايزين الحته دي بس اللي هنشتغل عليها، من هنا لهنا. ده بقى لو حضرتك لو عايز تعمل تيك. طب انت عملت ايه؟ انا دوست هنا وقمت رايح عامل كده وكليك شمال ساحب دايس وسايب عند الحته اللي انا عايز اقطع عندها تمام. فقوم جاي راجع هنا وقوم دايس كليك يمين على الحته اللي انا مش عايزها، كليك يمين على الحته اللي انا مش عايزها، كليك شمال وقوم واخد دي حاططها في المقدمه. نسمع. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنسجل على الاف ال استوديو. شكرا. كليكايتين شمال، كليكايه يمين، وخش يا باشا نزل لي الصوت ده، شيل لي النويز، كليك يمين كده تمام. نقوم واخدينها كلها كده في كليك يمين تاني هنا، يس يا باشا، عد اهو فوق، حمل حلو جدا، نزل لي التيكه اهو، نزلها لك كامله. شكرا. عايز اوريكم حاجه على الحته اللي قطعناها. انا معلش انا عارف ان انا سريع، بس عشان وقت الفيديو ما ياخدش كتير معانا تمام. هنقطع دي وهنقطع دي. إيه اللي فرق؟ ان احنا لازم نروح نرمي دي على 2 تمام. نقفل الصوت بتاع دي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنسجل على الاف ال استوديو. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتقول لي دي اعلى، اقول لك طب ما تعمل كده وتعليها في ايه بس. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنسجل على الاف ال استوديو. بص شال النويز ازاي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في وشه هنا، في زز في الباك جراوند ده من المايك تمام. قوم شايلين اللي فوق دي، كليك يمين ومنزل. طب هل اللي فوق اتشالت؟ لا، ما هي يا عم ما تخافش. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنسجل على الاف ال استوديو. ازيكم. تمام براحتك بقى. انت عايز، انت حاسس ان هي سريعه، عايز تقسمها تقوم عامل كده يا باشا وتقوم قاسمها وبراحتك. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فتكونوا بخير. احنا شلناها ومراجعين يا باشا. نقوم بعدين. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بخير. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير.
تمام. يلا ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل على الايه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ايه ما اتقطعتش كويس، فاهم؟ عشان انا مستعجل بس متصربع، فاهم؟ ما اتقطعتش كويس. فالحاجه دي مش عايز الصربعه، انت عايز تحط الهيدفون يا باشا وتعيش الخيال. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل على الاف ال ستوديو. ازيكم براحتك بقى، عايز تبقى تقرب تعمل اللي انت عايزه، مش عايز دي اصلا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ عايز ازيكم يا شباب عاملين ايه، اقطع عندها. عايز ترجع بترجع كده يا باشا، كنترول زد على ازيكم يا طول. شباب. كنترول والفاره تقوم بعد ومقرب. كنترول زد ترجع اللي انت عملته. كنترول والفاره تقرب. كنترول واللي في النص اللي هي الفاره، كأنك بتسكرول كده فوق وتحت كده، بس تدوس كنترول كده تقرب كده. زوم ان وزوم اوت، زوم ان وزوم اوت، بدل ما تفضل بقى ايه ماسك دي ورايح جاي بيها كده، لا. زوم ان، زوم اوت، سوري، زوم ان اهو، عشان اشوف انا الحته بالظبط فين. تمام. انت كده يا باشا نجزت دنيتك وظبطت دنيتك واخدت مثلا الحته دي. طب ما ايه، ما نرجع للبيانو رول ده ونجيب الحته بتاعت البيانو رول دي ونشوف بقى ايه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل على الاف ال ستوديو. فهمت حاجه؟ فهمت احنا عملنا ايه؟ لو عايزين بقى نقطع على حسب كلامنا ونحط على حسب كلامنا براحتنا، ممكن نقطعها برضه بيانو رول عادي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قبل النهارده. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل على الاف ال ستوديو. فاهمين؟ نزل بقى انا ممكن اعمل لك اغنيه، فاهم؟ في ناس اصلا بيعملوا الكلام ده. يعني انا عندي صحابي ساعات بيبعتوا لي ريكوردات بخنقهم، بعمل لهم اغاني على الريكورد. ببقى قاعد فاضي عايز اقوي نفسي في المزيكا، فاقوم واخد الريكورد بتاع صاحبي منزله كده و يلا يا باشا نعيش. نزل الريكورد ازاي؟ تعمل له داونلود يا باشا، ومن اول ما بتنزله على الجهاز بيكون عندك كده، بتاخده تقوم حاطه هنا، خلاص بقى تيكه زي دي كده، تخش تقطع فيه تعمل فيه اللي انت عايزه. طيب ده هنا بقى لازم ولا بد، انا رحت رميته على 2. لازم تقوم فاتح وتقوم هنا على 2 اهو، رايح بقى اعمل لي الصوت فلاتر بقى براحتك. المزيكا فلاتر والصوت فلاتر، امال اسمه مهندس صوت وبروديوسنج ليه وتبقى فيه ليله ورا ازيكم يا الاغنيه. شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل على الاف ال ستوديو. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ حماماتي قوي. فبس المهم ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل على الاف ال ستوديو. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تفضل بقى تسمع، واللي يعجبك اعمله، اللي ما يعجبكش شيله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل على الاف ال ستوديو. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نسجل على الاف ال ستوديو. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ فاهم؟ وتوطي بقى تعيش خيالك. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بس ما تأفورش، يعني حاول ان انت ما تأفورش في الصوت، ما تأفورش في الميوزك اللي انت بتعمله، ما تأفورش في اي حاجة انت بتحاول تعملها. خليك على طبيعتك جدا جدا جدا، يعني حاول على قد ما تقدر في الصوت خليك على طبيعتك. طيب انا مش عايز دي، بدوس عليها كليك، سوري يمين تجيب فلتر مكانها. طيب هنعتبر ان كليك يمين تجيب فلتر مكانها، شمال على السهم ده ديليت. انا كده شلت يا باشا، نقوم راجعين دي زي ما كانت. اهم حاجه بس خلي بالك من شغلك، ما تسيبش دي الخانه دي كده، لان انت ممكن يحصل لك ايه تهيسه مع نفسك كده وتنسى انك سايب الخانه، وتفضل انت تدور على حاجه سبب في عطل كل الساعات اللي انت قعدتها. فلما تمسح حاجه لو سمحت رجع الحاجه مكانها. يعني زي دي مثلا كانت كده وانا مظبط الدنيا، لا اخليها كده. انت مش تفهم العطل منين، ان الدنيا هتتدربك، البروجكت بيبقى كبير جدا
ولسه بقى انت عايز تعمله الوان، يعني اللي فات كان احمر وده اخضر، فاهمني، وعايز تعمل له اسم وعايز تعمل له المجالات دي كلها. سامحوني انا بس عشان اللابتوب شاشه صغيره جدا والاضاءات ضاربه في وشي، فمش عارف اصلا اتعامل مع الموضوع كطبيعي. تمام. فدي زي ما احنا قلنا هنا يا شباب كده، هتخش هتلاقي كل حاجه انت محتاجها، مش كتير قوي برضو، والداونلود موجود. مش مش كل المصانع شبه بعض. دي حاجه انا كنت عاملها مش قديمه، كل المصانع شبه بعض. فاهمني، تمام. كنت بتيك حاجه قديمه انا كنت بتيك ليها، هيجيب لي التيكات القديمه اللي انا كنت مسجلها ومسيفها وي 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 والكلام ده كله. تمام. لو انت منزل له كراك، هيجيب لك كل حاجه وهيخلي لك البروجكت بقى مرصوص قطع 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 قطع، تفتح كده قدامك تلاقي نفسك عامل بروجكت ممكن تعمل اغنيه في شهر شهرين، انت لسه ما مبتدئ مزيكا وعملت اغنيه. تمام. تستخدمها ليك كيوتيوبرز. انت مثلا لسه مبتدئ وعملت انترو اوت انترو لنفسك، وانت بتنزل في فيديوهات كده بتنزل سيمبل مش موجوده عند حد، ليك انت بس، محدش يعرف يجيبها. ليه محدش يعرف يجيبها؟ واللي هيجيبها ويستخدمها خلاص يا باشا انت اللي عاملها. هيجيبها منين؟ هيخش يعملها زيك؟ لا، ما هو طالما بروديوسر فمش هيعمل زيك بقى. مفيش بروديوسر بيعمل زي بروديوسر، كل واحد وليه طريقه شغل معينه. يقدر يعمل زيك لو بروديوسر قوي، بس هيقلدك ليه؟ يعني مفيش حد قوي بيقلد حد قوي، فاهم؟ فانت عملت بقى مزيكا لنفسك، عملت بيت لنفسك، دخلت دخلة انترو لنفسك، بدل ما تجيب الحاجات اللي هي خلاص بقى اتحرقت بقى وكله بياخد من مكتبة اليوتيوب ومكتبة الفيسبوك عشان ملاش حقوق ملكية. طب انا ليه اخش اخد من مكاتب يا باشا؟ ما انا اتعلم الكلام ده توزيع. يعني عندي انا مثلا انترو، حضرتك لو شفت على القناة الكبيرة يخض جامد. عامله منين؟ انا اللي عامله، مش وده اللي علمني مزيكا، انا اصلا بغني راب، فبعرف اعمل شويه بتاعت كده على قدي. فاشل كبروديوسنج بس قوي في الكلام. بس لما قعدت على الاف ال ستوديو بقالي سنين، مش سنين كبيره يعني، قعدت بقالي 3 سنين على اف ال ستوديو بعمل شويه مزيكا حلو. سيبك من الهبل انا عملته ده عشان انا لسه منزله بس على اللابتوب ده. اللابتوب ده عامه انا ما بعملش عليه مزيكا خالص. انا عندي الجهاز بتاعي بالهارد بتاعه، الهارد بتاعه كله للمزيكا اصلا، وهو جهاز مخصص للمزيكا فاهمني. فالحكايه تختلف لما تيجي تقعد على جهاز زي ده. تعرف ترص طبعا بروجكت وكل حاجه، بس انا رصيت لك كده حاجه من الحاجات الايه التعبانه اللي انا بلعبها. يعني انا برضو مش قوي جدا زي ما انت فاكر، بس اعمل حاجه لنفسك. يعني بص انا قعدت قد ايه؟ مفيش نص ساعه الفيديو اهو. علمتك ازاي تسجل صوت، علمتك ازاي تلعب ميلوديهات. ميلودي يعني ايه؟ يعني بيانو، اورج، بتاع الكلام ده كله تعرف تجيبه يا باشا وتنزله وتلعبه وهو عندك اصلا هنا. ساكورا دوت، ما هو اعتبره مش نوت برضو. اتعلم يعني ايه نوتة. السلم اللي انا كنت بعمله ده نوت. اتعلم يعني ايه نوتة، وانزل الآلة اللي انت عايزها واركب الآلة دي على الآلة دي، سرعها بقى، بطئها، غير صوتها، اضخم صوتها، وطي صوتها، اعمل اللي انت عايزه، اعمل انترو لنفسك. لما يقعد عندك وتفضل تخبط فيه هتتعلم. لما تخش وتشوف واحد بروديوسنج بيعلمك، في كتير قوي دلوقتي بيعلموا، هتتعلم. الموضوع مش صعب زي ما انت فاهم خالص خالص خالص، وبالذات في اف ال ده. دلوقتي بقت في ناس كتير قوي بتعلم. في البدايه ساعه ما انا ابتديت عليه ما كانش في حد خالص يخش يقول لك اعمل دوت واعمل دوت واعمل دوت عشان تعمل دوت. كنت ممكن مثلا اقول لصاحبي لو سمحت وريني اسجل ازاي، لو سمحت وريني اودي النويز ازاي، لو سمحت وريني اعمل. ما كانش ليه فيديوهات كتيره. كان ممكن فيديو ولا اتنين ازاي تسيف من اف ال ستوديو، ازاي مش عارف تعمل ايه من اف ال ستوديو ازاي. واللي بيعمل قدامك بروجكت بيعمله تك 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 تك. مفيش. كان على التيك توك يعني في 30 ثانيه بيعمل لك بروجكت بيتس جامد قوي، وبام بام 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 بام، تسمع اصوات كده فظيعه، ميلودي وبتاع مش عارف ايه، و300 الف حاجه فوق بعض. ايه ده؟ طب انا اركب ده ازاي؟ ولا اعمل ده ازاي؟ ولا افهم تيمبو ازاي؟ ولا. فهي القصه حلوه جدا، ودلوقتي بقت في ناس كتيره جدا بتعلمها. اصنع مزيكا لنفسك
ومش محتاج انك تلعب عليه على طول او دايما. هو عبارة عن تسلية، يعني بدل ما تروح مثلا وانت في وقت فراغك تلعب جيم على التليفون بتاع، لا اتسلى هنا شوية. بس دي تسلية هتنفعك لو انت يوتيوبرز او فيسبوك او راجل اصلا بتحب الاغاني، فهتنفعك لو انت في الثلاث حاجات دول. جامد جدا، وهيعلمك اسلوب حياة، لان هو علمني حاجات كتير الصراحة. يعني المزيكا دي علمتني حاجات كتيرة جدا. بيقول لك الصيد بيعلم الصبر، البرنامج ده بيعلم الصبر اكتر بكتير من الصيد. الصيد انت ممكن الطعم يخلص منك، هنا لو النت خلص منك هتشحنه، لو الكهرباء قطعت هتيجي، مش عارف ايه. لكن الصيد انت لو الطعم خلص منك هتروح، لو زهقت هتروح. هنا ما تقدرش تروح ليه؟ لان هو قدامك 24 ساعة، انا عايز افتح، عايز اكمل، عايز اعمل حاجة ليا. هتعدي وقت كبير وهتبقى استاذ فيه. مش هقول لك ان انت هتبقى بيرفكت في اول 3 شهور و6 شهور، لا، هتبقى قوي جدا جدا لما تفضل مستمر عليه وبتعمل مزيكا وبتاع. بتلعب عادي، مرة واحدة هتلاقي نفسك ايه ده، انا عرفت دي ازاي، ايه ده انا عرفت دي ازاي، ايه ده انا معلومة هنا على معلومة من هنا على معلومة من هنا على معلومة من هنا، كل يوم تفتح فيها البرنامج ده هتتغاظ. انا مش عارف اعمل دي، طب ما اخش اجيبها من على اليوتيوب. هتتغاظ، انا مش عارف اعمل دي، طب ما اخش اجيبها من على التيك توك. وهتلاقي ناس بتقول لك حاجات جامده قوي 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 عن البرنامج ده. فحبيت اقدم لكم حاجه تفيدكم في مجالكم، ويا ريت زي ما احنا بنفيد بعضينا، يا ريت انت كمان لو عجبك الفيديو تدوس لايك وكومنت وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو عايزين اي فيديو جديد ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنت، واقول لكم سلام.